بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه للأسف الموضوع اللي كنت عايز اتكلم فيه اللي هو بتاع الناس اللي هي قدمت وللأسف مش هيطلع لها نلق وسطى. طبعا الواحد انا ما كنتش عايز اخد بالك انا اطلع اقول لكم الخبر ده بس علشان الناس ما تتعشمش وعشان الناس ما تستناش، لان للاسف حصل مشاكل كتير، وحصل وجع قلب كتير، وحصل نصب كتير، وحصل لناس جم يشوفوا تلاقوا نفسهم مرضى عليهم في اول ثواني وما جاليش ان انا اسطى. طب ليه؟ يعني الناس اللي كانت بتبعت لي ولا حاجه بتقول لي انا كذا، اقول لها داخل، انت داخل ان انا اسطى اوتوماتيك يا جماعه، انت داخل ان انا اسطى، يعني انت ما تستنى بقى ان انا اسطى بتاعتك عشان تستلمها. وبعد كده محمد انا ما جاليش ان انا اسطى. ازاي يا باشا؟ انت يا باشا ليك ان انا اسطى، انت راجل مقدم في اول ثواني، اول دقيقه ونص. جيت اشوف مثلا المحافظه بتاعتك انت تمام، امورك تمام، انت المفروض هتاخد ان انا اسطى. طب ايه المشكله اللي احنا تلاقيناها؟ المشكله اللي تلاقيناها بعد كده اللي هي الناس اللي قدمت غلط. الناس اللي قدمت غلط. جينا للاسف الناس بعتوا لي الريتشيفوتا، فجينا نشوفها. اصل في ناس يا جماعه والله العظيم ما عندهاش خبره، يعني خبره كافيه انها تعمل الطلب. انت ما عندكش خبره كافيه تعمل الطلب، او انت مثلا ان كنت صاحب عمل او سمسار او علشان معلش توفر ال 200 300 يورو اللي هم بتوع الطلب، فتضيع على واحد فرصه كبيره. انت بتقدم الطلب، لو قدمته في مكانه ووقته ما فيش اي مشكله، عادي. اهو انت قدمت خارج كوتا داخل كوتا، كل شيء نصيب، بس يبقى قدمت الطلب مظبوط وعملت الطلب كويس. اللي حصل ايه بقى من الناس اللي هي ما عندهاش فكرة عن اي حاجة، فتحت الموقع فجت تقدم. فطبعا انت علشان تخش على الموقع كده، انا ممكن ابقى افتح لكم الموقع باذن الله في يوم كده، تمام؟ انا بفضل الله انا ممكن اعمل الطلب، بس انا اخاف لو في ثغرة ولو صغيرة بنسبة 1% تبوظ على اللي انا مقدم له الطلب بتاعه. بس انا ممكن اعمله الاخر، يعني مفيش اي حاجه. الحمد لله دخلت بالفعل وجربت ووصلت تمام، وما نهيتش الطلب. ما نهتش الطلب ليه؟ خوفا على الناس اللي هي مأمناني وعطياني اوراق، او عطياني حاجتها اقدمها لها. ناس مستأمناني وناس واثقه فيا، تمام. انا ما دخلتش كوتا، ده حاجه تانية، دي طبعا ده نصيب. انا ما دخلتش كوتا يا جماعه، ده نصيب، ده حاجه طبعا نصيب. احنا بندي الكليك داي، تمام، وانت ونصيبك، دخلت ما دخلتش انت ونصيبك. فالناس طبعا مش هنظلم الناس ونقول الناس دي مثلا كانت متعمدة او بتوهم الناس، او عايزة مثلا يعني تاخد فلوس وخلاص. لا، الناس دي ممكن تكون دايما نتفائل الخير، ودايما نحسن الظن بالناس، دايما نحسن الظن بالناس. الناس ده يا جماعة ما عندهاش خبرة عن التقديمات، ودخلت فتحت الطلب، تمام، وبتعمل اللي هو ملء الطلب بدون خبرة وبدون ما تعرف هي عايزة ايه. هي بس شافت قدامها ان مثلا دي بي، ده موديل بي 2020، خش حط بيانات صاحب العمل، خش حط بيانات. انا ممكن اجيب لكم موديل ان شاء الله من اللي هو المملي، تمام. انت لو معاك موديل مملي هتعرف تعمل الطلب. لو معاك موديل قديم معمول هتعرف تعمل الطلب. لان اللي الناس مش عارفاه ان من مارس 2023 ابتداء من مارس 2023 الدنيا متغيرة والوضع غير الوضع. الدنيا متغيرة والوضع غير الوضع. انا بس بتكلم بالراحة كده وببسط المعلومة علشان الناس كلها تفهم ايه الدنيا متبسطة وايه الوضع غير الوضع. يعني اللي كان بيتطلب قبل مارس 2023 حاجة، واللي بيتطلب الوقت حاجة تانية. الموقع حاجة وده حاجة تانية، تمام.
المفروض ان انت داخل تعمل الطلب تكون راجل عندك خبرة وعندك معرفة في ملء الطلب، مش تحط اي حاجة كده وخلاص علشان ما تضرش الناس. مش تحط اي حاجة وخلاص علشان ما تضرش الناس، وترجع في الاخر الناس تلاقي مفيش رد في الطلبات. يعني احنا في ناس قلنا لها استنوا يا جماعة لان الطلبات بتاعتكم اتاخدت وبتتراجع، وبالفعل ناس جالها نالا قسط، ناس ما جالهاش نالا قسط خالص، ناس ما جالهاش نالا قسط خالص. فليا واحد حبيبي كده فكلمته فقلت له الوقت وضع الناس دي ايه؟ حد من البريفاتوره كده حبيبي، فقلت له الناس دي وضعها ايه؟ قال لي والصدمه يا جماعه، والصدمه ان اللي بيعمل الغلطات او بيعمل الورق ناقص المصريين، شركات اصحابها مصريين. انت يعني متفق مع واحد ان انت تعمل له طلب وتظبط له كل حاجه، تعمل له طلب وتظبط له كل حاجه. زي ما قلت قبل كده في فيديو قبل كده، ومش فيديو واحد، 3 4 فيديوهات قبل كده، قلت يا جماعه الناس معلش بعد اذنكم اصحاب الشغل قبل ما تعمل الطلبات تكون مجهزه كل حاجه. انت يا باشا عندك المحاسب بياخد منك فلوس اوتوماتيك، اشتغل ما اشتغلش كل شهر بيتحسب عليك، كل 3 شهور انت بتبعت له كده الفاتوره، بيبعت لك الفاتوره بتبعت له حسابه، تمام. فهو الراجل ده انت لو قلت له جهز لي كذا يجهزها لك، اعمل لي كذا يجهزها لك. بعد كده بقى بيضيف لك على الفاتوره، بيقول لك مثلا انا عملت لك كذا، عملت لك كذا، اضافه عن شغلي، فانا بطلع لك فاتوره بيه. وانت بما انك انت طبعا عامل شغل طبعا اضافي ما فيش مشكله، بتيجي مثلا بتقوم عامل له تحويل اللي هو عن طريق البنك، تمام، من التليفون بتاعك وانت قاعد. طبعا اللي لسه بقى بيروح ويجي ومش عارف ايه والكلام ده ومش عارف الكلام ده كلها، لا يبقى انت بقى يعني معلش يعني لما تكون صاحب عمل وما تعرفش تعمل الحاجات دي كلها، يبقى انت فاتح معلش فاتح شركه ليه؟ لما انت معلش صاحب عمل وتروح لكل شهر عشان تعمل التحويلات بتاعت الناس، اللي انا هروح البنك اعمل التحويلات اللي انا ليه يا باشا؟ ليه يا سيد الفاضل؟ ليه؟ انت المفروض راجل نويت تفتح شركة، يبقى عندك البدايات انك وتكون مؤهل ان انت تخلص اوراق وتخلص مصالح الناس. جه مثلا كلمك عامل عندك وقال لك انا مثلا ولنفترض انا عايز كذا، انا عايز كذا، انا عايز كذا، عايز فلوس، عايز كذا، بتحولها له من تليفونك. انت ما تعرفش تحول، طب ليه؟ ايه السبب؟ انت ما تعرف يعني، انت مش عارف تحول يعني ازاي؟ مش فاهم. مش عارف تعمل بونيفيكو من على التليفون بتاعك، البونيفيكو مش عارف تعمله ليه؟ تحويل ازاي؟ مش عارف ازاي، مش عارف انا ازاي تحط اوراق ناقصه في الطلب، ازاي تحط اوراق ناقصه في الطلب. حط اوراق ناقصه في الطلب، تمام. ده طبعا ده حاجه تانية، بلاش نخش في ندخل حاجه في حاجه، نخلص بس اللي هو الايه، الموضوع الاولاني اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو موضوع ان انت يعني الدقايق بتاعتك او الثواني بتاعتك تدخلك كوتا وانت ما لقيتش نفسك داخل الكوتا. الباشا بدل ما يقدم لك في قانون 24 قدم لك في قانون 23، وتتلاقي معاك نانا قسطه ومش عارف ايه والكلام ده كلها، بس هتلاقي اخد بالك ان هو قدم لك في قانون 23، قدم لك مثلا في 12، مع ان 12 خلاص مش هيتاخد بيه. والله لو مقدم في 9 وثانيه، في 9 بالثانيه، ما انت ساعتها هتتقابل بسرعه. انت ساعتها لو جيت تقدم هتقابل بسرعه، لان انت بتقدم في موقع غير الموقع، بتقدم في مكان غير المكان، بتقدم في مكان غلط، بتقدم في مكان غلط. وبالفعل ناس قدمت لناس في اماكن غلط، وجم يشوفوا تلاقوا مش هيطلع لهم اي حاجه خالص. انا اسف ان انا بقول للناس حاجه من دي، واسف ان انا طلعت اقول الفيديو ده. انا والله انا ما كنت عايز اتكلم، بس عشان خاطر الناس ما تتعشمش على الفاضي، لان كنا على حاطين في حسابنا ان احنا الناس دي اللي هي دخلت كوتا في نفس الدقايق بتاعتك او في نفس الثواني بتاعتك. انت ما دخلتش المره دي، في حاجه مش مظبوطه، ممكن يدخلوك المره الجايه مثلا. انما انت ما انتش مقدم في قانون، في ديكريتو فلوسي بتاع
24 ديكريتو فلوسي 24 انت مش مقدم فيه، انت مقدم في بتاع 23، فاصبح انت ما تستناش منهم اي حاجه. دايما يا جماعه نحسن الظن ان اللي قدم الطلب ده ما كانش اخد باله او ما كانش يعرف ان هو مقدم في مكان غلط. معلش انا ما سالت واتكلمت دلوقتي، واتكلمت مع الراجل بتاع ساعه في التليفون، فالراجل قاعد يقول لي قاعد يقول لي اللي حصل، وقاعد يقول لي اكتر الناس اللي هم من مصر يعني. ف... فاصبح ان انت مش هيترد عليك. اللي عايز يعرف ان هو يترد عليه ولا لا يبعت لي الريتشوفاته بتاعته، الوصل اللي هو متقدم بيه يبعته لي وانا اقول له ايه، لان طبعا ناس سالتني وناس بعتت لي وناس هبص لها على ورقها النهارده وارد عليهم باذن الله على الواتساب واقول لهم هل انت مثلا تنتظر ولا لا. هقول لك انت تنتظر ولا ما عادش تنتظر بقى خلاص، يعني ايه تتقدمت في مكان غلط. تمام. الناس التانية بقى، الناس التانية خد بالك، لان هم يعني ايه الناس الحلوة، الناس اللي ضميرها ميتة يعني ربنا يهديهم. انا لو انت جات مقدم معايا وانا مثلا ما طلعلكش ان انا قسط، ما دخلتش كوتا، انا بقول لك مثلا انت ما دخلتش كوتا، انت ارتحت خلاص، ما دخلتش كوتا خلاص بقى ما فيش نصيب المرة دي، قدم لي المرة الجاية. هقول لك حاضر، هقدم لك المرة الجاية، هتبقى من اوائل الناس معايا المرة الجاية. هبقى من اوائل الناس ازاي؟ بما ان انا قدمت لك، انت من اوائل الناس معايا المرة الجاية. ما حصلش نصيب، ما خدتش، هقدم لك تاني، خدوا من السيستم اللي انت اسمك محطوط عليه خير، ما خدوش من السيستم، يبقى انا ايه المره الجايه ان شاء الله، يبقى المره الجايه ان شاء الله. تمام يا جماعه، كده كله واضح. ناس كلمتني وقالت لي احنا خدنا النالا قسطة اللي طلعت هنا، تمام، اللي راحت في مصر وما جاتش هنا. طبعا اللي راحت في مصر وما جاتش هنا، انا والله انا دماغي عماله تفكر بقى وعمال افكر بيني وبين نفسي، يعني ايه راحت مصر ما جاتش هنا، وصاحب عمال بيقول له الكلام ده ليه، هو في ايه بالظبط؟ ما انا عايز اعرف بقى اللي فيها بالظبط، عايزين نعرف اللي فيها بالظبط. اللي فيها بالظبط ان في ناس اترد عليها طبعا، اللي هو اترد عليهم اوتوماتيك وخدوا نالا قسط، اترد عليهم اوتوماتيك خدوا نالا قسط، اترد عليهم اوتوماتيك خدوا نالا قسط. الموقع تا 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 جه بعت ل 500 600 الف واحد نالا قسطة، هم فرحانين مبسوطين. بعد كده المواقع جت او الناس جت بتكنتر بتشوف الناس اللي خدت نالا قسطة ده هل يستحقهم ولا لا، هل يستحقهم ولا لا. جم تلاقوا في اوراق ناقصه كتير في الملف، فبعتوا لصاحب العمل كذا كذا كذا، في نفض وما بعتش، وفي بعت. اللي نفض وكبر دماغه وما بعتش، طبعا النالا قسطة اتسحبت تاني بعد ما الراجل فرح، اتسحبت تاني. الراجل اخد ميعاد وراح يقدم علشان ياخد فيزا. اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان جاله ورقه مع الجواز بالرفض. طبعا احنا الحاجات دي خد بالك ما عمرهاش الحمد لله ما حصلتش معانا قبل كده بفضل الله، ما حصلتش معانا قبل كده. لان لما بيقول لي مثلا انا ناقص حاجه، والله العظيم انا بجري، يعني بسيب بيتي كده واسيب عيالي كده واقوم جاري، اهم حاجه مصلحه الناس دي، عشان ما اكسرش بخاطر واحد، عشان ما تكونش انت مردود عليك وتمام وفرحت بالنالا قسطة واجي اكسر نفسك بعد كده، او تروح وتلاقي رفض جالك. تعرفش يعني الواحد بيبقى كسرة النفس اللي بتحصل له دي بتبقى يعني بتبقى غالية، بتبقى غالية، بتبقى غالية 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 عند الواحد، وبتبقى يعني ايه، بتيجي بقبضة صدر للواحد وخنقة للواحد لما واحد نفسه تتكسر. يجي صاحب الشغل يقول لا مش بداية، لا بايدك يا باشا، يا باشا بايدك. انت المفروض حضرتك لما بتقدم الطلب ما بتخليش الطلب ناقص اي حاجة نهائي. يا باشا انت راجل بتقدم او راجل دخلت في المجال، لازم تحط ورقك صح، ورقك مظبوط. لازم تبعت الراجل كده في السفاره او الالما فيفا، لان الراجل طبعا اخد ميعاد بمبلغ وقدره. ما تبقاش انت البتاع مرفوضه وما تقولوش غلط. غلط يا جماعه، يا جماعه اتقوا شويه، يا جماعه يا جماعه ارحموا الناس. يا جماعه انت النالا قسطة خرجت واترفضت علشان ادوك مهله 10 ايام وانت ما وديتش الورق. ليه؟ ليه ما وراك ايه؟
هتقول لي انا ورايا مثلا شغل، ورايا مصلحه. طب ما ده شغل يا جماعه. انت مش الوقت مش متفق مع الراجل اللي انت هتعمل له شغله او هتجيبه؟ ما ده شغل يا جماعه، ده شغل يا جماعه. يا جماعه اتقوا الله، يا جماعه اتقوا الله، يا جماعه راعوا الناس اللي هي بتبقى حاطه امل انها تيجي هنا، وانتوا للاسف بتضرهم جامد وبتكسروا بخاطرهم. فحرام ده يحصل، وحرام تخلوا الناس تعيش في وهم، لان الناس بتتعذب على بال ما تجيب ميعاد هناك في الما فيفا. لو انت اترفض ان انا قسطى، قول له اترفض ان انا قسطى، او انت حاول تلحقها، او انت عامل تظلم ورجعها له تاني. ما تخلوش يبقى على عماه، لان في ناس بالفعل راحت وقدمت وهتترفض، لان صاحب العمل ما عندوش ضمير وما قالهاش. لان في حاله حصلت، تمام، وواحد اترفض وقاعد، يعني ربنا هو اللي عالم بيه، قاعد نفسه مكسوره ومتضايق ومخنوق، وجاي بيكلمني بيقول لي هو لازم، هو في ممكن يحصل رفض؟ قلت له لا يا حبيبي ما يحصلش رفض، انت اترفضت. اه انا اترفضت. بيبكي 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 بيبكي. طب ليه يعني انت تعمل ليه تكسر بخاطره؟ ما هو انا جاي لكم في الكلام كسرة خاطر جامدة. هو محمد الناس اللي هي مقدمة في في شهر 3، ناس راحت، ايوه في ناس اخد بالك اخدت المواعيد بمبلغ جامد وراحت. انت لو عايز تجيب الميعاد هتجيب الميعاد، بس هتدفع مبلغ وقدره. ناس دفعت وجابت الميعاد تاني يوم ب80 وب90 ألف جنيه، من بعد ما خرج لها النولا أسطى، ب80 و90 ألف جنيه. في ناس بتعمل كده، ناس تقول لك انت عايز، انا عايز ميعاد ولا حاجه، تقول لهم انا عايز ميعاد، يقول لك هات كذا، وتاني يوم تاخد الميعاد. تاني يوم يا باشا تخش السفاره على طول. فربنا يهدي الجميع، وربنا ينور قلوب الناس، وترجع عن اللي بتعمله في الناس وتعذيب الناس وكسر خاطر الناس، لان كسر خاطر اي حد دي بتبقى كبيره جدا. ربنا ما يجعلنا نكسر بخاطر اي حد، وربنا دايما يجبر بخاطرنا ويقدرنا ان احنا نجبر بخاطر الناس، ويعيننا دايما على افادة الناس. وانا بعتذر ان انا طلعت قلت خبر زي ده. انا والله انا ما كنتش عايز اطلع اتكلم، بس انا بحذر الناس علشان تاخد بالها، صاحب العمل يتأكد ويخليه يعمل له عقد اتفاق بينه وبينه علشان يقوم موقفه وهو داخل. لو عمل له عقد الاتفاق بينه وبينه، يبقى انت كده خلاص وامورك تمام، وهو متأكد ان 100% هيطلع لك فيزا. لو ما عملش، يبقى انت تحاول يعني ايه، تعرف هو في ايه بالظبط، او الامور فيها ايه، او الطلب بتاعك ممكن هيوصل لفين، او هتاخد فيزا او مش هتاخد فيزا. ان شاء الله يا جماعه تابعونا، وان شاء الله هنقول لكم كل ما هو جديد باذن الله. وان شاء الله زي ما قلت للناس في الفيديو الاخير، في ان الاقص طلعه تانية ان شاء الله للناس اللي هي داخله الكوتا اوراقها تمام، ومقدمه كل حاجه في الملف، وكل شيء تمام. وان شاء الله باذن الله هنقول لكم على كل ما هو جديد، ووقت ما نعرف او نوصل او يفتح الموقع معانا بتاع الالما فيفا، هنبدأ نحجز للناس إن شاء الله. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.